سيد رئيس الجامعة الأفريقية لكرة القدم السيد موتسيبي مرفوقا بوزير الشباب والرياضة السيد شقيق موسى. شكرا هشام. رئيس الجامعة نعود من جديد مشاهدينا الكرام الى كازابلانكا الى مركب محمد الخامس لمتابعة مراسم التتويج باللقب الحادي عشر لريال مدريد افريقيا. نادي الاهلي موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي يتقدم كل المسؤولين الحاضرين في هذه العرس في هذا العرس الكروي النهائي بين الاهلي والوداد. And also the president of the Royal Moroccan النادي الاهلي ليست اول مره يقتنص اللقب الافريقي الغالي من خارج الديار. هذا هو الاهلي العملاق زعيم القاره الافريقيه. الكل في انتظار هذه المراسم. حسام غالي من الجانب المصري كبعثه الى جانب محمود الخطيب رئيس النادي اللي كان موجود في المنصه الشرفيه. هذا هو موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الجنوب افريقي. حسام غالي كابتن فريق الاهلي السابق والنادي الاهلي. سيداتي سادتي الميداليات امامنا. مراسم تتويج دوري ابطال توتال انرجي 2022 2023. الاهلي المصري بطل افريقيا 2023 رئيس اتحاد افريقيا لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي. باتريك موتسيبي يبدا بحاكمين طاقم التحكيم الاثيوبي بقياده باملاك تسمع وإيسا حكم المباراة. على الحكام باملاك تسمع وكامل الإطار الأثيوبي المرافق له في هذه المباراة النهائية. حضور طبعا لفوزي لكجا رئيس الاتحاد أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أكيد يوم ليك ويوم عليك ومش كل يوم معاك. الوداد تمتع بالكأس الأخيرة، الآن يعود الأهلي. سيداتي سادتي الآن مع تسليم ميداليات الفضية للفريق. الميداليات الفضية ستسلم لفريق الوداد المغربي 2023. فريق نادي الوداد الرياضي كابتن الفريق امام جمهوره. نادي الوداد هذه المره لم يكسر الجره ويغيب عليه اللقب. فوزي لكجا في حوار مع يحيى جبران. Wydad Athletic Club from Morocco. كل لاعبي الوداد طبعا غير راضين بهذه الميداليه الفضيه، لكن هذيك هي الكره، خساره وربح. مباريات الدور النهائي دائما نقول تكسب ولا تلعب. يوسف المطيع، امين فرحان، ارسين زولا، محمد اوناجم، كل اللاعبين الوداديين. كان قريب من لقبين متتاليين نادي الوداد مثل ما فعل الترجي والاهلي زمان. هذا العصر عصر الاهلي. سفين فان بروك البلجيكي فعل كل ما بيسعي يقلده بالميداليه الفضيه. فوزي لكجا. سيداتي سادتي مع الان سيداتي انساتي سادتي اللحظات التاريخيه. استلام لاعبي النادي الاهلي للميداليه الذهبيه 2023. الاهلي بطل افريقيا 2023. النادي الاهلي المصري. اذا امامنا نجوم النادي الاهلي ياسر ابراهيم والبقيه، محمد هاني،
2022-2023. علي معلول ملك العلوم SC صاحب from الاسيست Egypt. في ركنية الدور النهائي. محمد هاني يقبل اللقب الغالي، والأهلي يتسلطن على افريقيا للمرة 11. ارقام ما فماش، ارقام تليق بسلطان، بحاكم حكام الكرة الافريقية بدون منازع. النادي الاهلي بعبع القارة السمراء. محمود كهرباء، مجدي قفشه والبقية في انتظار رفع الكأس الغالية، الكأس الافريقية. اكبر مكسب للنادي الاهلي هو الاطار الفني. مارسيل كولر السويسري مدرب النجاح. الكأس ليست حكرا على تيبو موسيماني، بل هي كذلك سويسرية لمارسيل كولر. حسام غالي وأن اللاعبين نيابة عن محمود الخطيب، موتسيبي يهاني محمد شناوي. الشناوي 34 عام، يلعب للأهلي منذ 2016. كان يلعب لبتروجيت لحرس الحدود طلائع الجيش. بدايته كانت مع النادي الاهلي في موسم 2007-2008. 43 مباراة دولية لحارس منتخب مصر محمد الشناوي. كل نجوم الاهلي الحاضرين والغائبين. لما نقول الغائبين اسماء لا تنسى: مجدي عبد الغني، محمد ابو تريكه، جمال عبد الحميد، طاهر ابو زيد، محمود الجوهري رحمه الله، محمد عماره، حسام غالي، وائل جمعه، الاخوان حسام وابراهيم حسن، علي ابراهيم، هاني رمزي، هاني سعيد، احمد شوبير، عماد متعب، خالد بيبو، ابراهيم حسن، هادي خشبه، عصام الحضري، احمد فتحي، شادي محمد، حسام عاشور، احمد بلال، طه اسماعيل، صالح سليم، رحمه الله، السيد العطيه، حسين حجازي، والقائمه الطويله والمعذره لمن لم ناتي على اسمائها. 122 لقب في خزينه عالميه للنادي الاهلي، 29 لقب خارجي، 93 لقب مصري. نادي الاهلي المصري. إذا الكل في انتظار رفع الكأس الغالية، متعودة عليها، متعودة دائما متعودة. وهذا هو في قلب كازابلانكا. الأهلي المصري يتوج باللقب 11 في 2023. افرح أنت مصري ونص، مثل ما قال عصام عبدو. سيد عبد الحفيظ أمامنا بالنيابة وبقية الأسماء المصرية. الافريقي. نودعكم نود مشاهدينا ان الكرام نشكركم من اجل على امل دعمكم. التقائكم من جديد عبر قناة فلتصحبكم باي سبورتس. الوداد لعبة وعدة. هارد لاك طبعا لكل الجماهير الودادية، ومليون مبروك للجماهير الأهلوية. هذه أجمل صورة ننهي بها من محمد الخامس تتويج الفريق القاهري. بعد طبعا الدورة الشرفية سأعود بالصورة والصوت لهشام الخلصي.